مساء الفل عليكم. طيب، في حاجة اسمها في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. يعني أنا لا بيا ولا عليا وواخدة عربيتي ورايحة شغلي. شغلي ده يعني بقوم له الساعة 6 الصبح كده، أروح في خط مستقيم، يعني أمشي طريق طوالي كده ما بقطعهوش. ألاقي واحد لا بيا ولا عليا جاي من الناحية اليمين وقاطع عليا السكة ولبسني في شجرة، يعني خلى العربيتين بسرعة واحدة وخلى العربية تتدحرج وتطلع فوق منحدر عالي في شجرة. عربيتي اتدمرت. يعني الحمد لله الحمد لله، أنا شوية خدوش رقبتي وإيدي ورجلي بس، الحمد لله. إنما ذنبي إيه تدمر لي عربيتي؟ اتفرجوا كده على المنظر ده. طيب، زي ما انتوا شايفين كده العربية الإيرباج اتفتح، الدنيا اتبهدلت. أنا واقفة مستنيين البوليس. طبعا كل واحد عنده شركة تأمين. أنا عندي شركة تأمين وهو عنده شركة تأمين. البوليس أول حاجة بيجي بيقول لك أنت كويس، أنت سليم. لو ما كنتش كويس أو قلت لهم حتى لو أنت كويس قدامهم أنا محتاج عربية إسعاف، أنا حاسس إن أنا تعبان، بيبعتوا لك عربية إسعاف. ده طبيعي. طبعا سالوا الشخص التاني اللي احنا نزلنا من العربيات، هو عربيته في وسط الشارع وانا عربيتي طالعه على منحدر عالي كده، يعني هل عالي كده، لا بس فعلا في شجره في حته حتى البوليس مش عارف يحرك العربيه. فسالوه انت كويس؟ فطبعا هنا الصلبطه نص العيشه، يعني اتصلبط. قال لك انا رقبتي ورجلي والحكايه والروايه والبتاع. فطلبوا له الاسعاف وماشي واقف على رجليه عادي، ودخل عربيه الاسعاف على رجليه عادي والدنيا تمام. جم سالوني انا انتي كويسه؟ قلت لهم انا كويسه، عشان حرام ما بحبش السلبطه طالما احنا فينا نفس وعايشين، فخلاص. بس فقلت بقى ايه، استنى البوليس. هم طبعا كانوا خدوا اقواله قبل ايه جه المحضر اللي بيعمل المحضر. فطبعا هو قبل ما يركب عربيه الاسعاف خدوا اقواله. انت كويس؟ قال لهم طبعا عربيه الاسعاف وكده. طيب ايه اللي حصل في الحادثه؟ قال لهم انا قطعت السكه واشارتي خضراء. جم سالوني انا، قلت لهم حتى قانون الولايه اللي انا فيها انك انت حتى لو اشارتك خضراء المفروض ما تقطعش السكه على حد طول ما هو مش طريقك، ده مش طريقك، فالمفروض ان انت تتحاسب. هنا البوليس لو جه وما اقتنعش بكلام حد فينا وما قالش في التقرير بتاعه غلطة مين، يبقى انتوا الاتنين بقى اجروا على المحاكم. انتوا الاتنين اجروا على المحاكم سنة 2 3. وانا طبعا عربيتي ما عليهاش تأمين كامل، ما عليهاش تأمين كامل. يعني انا لو باظت انا اللي اصلح، وطبعا دي ما باظتش، دي عايزة تترمى على طول. طالما الايرباج اتفتح يبقى دي عايزة تترمى. طيب التقرير حضرتك هتكتب فيه ايه؟ قال لك انتي بتقولي ان اشارتك خضراء. قلت لها وده طريقي، وهو بيقول ان اشارته خضراء بس قطع عليا الطريق. طيب حضرتك الغلطه عند مين؟ قال لك لا كده انتوا الاثنين تروحوا على المحكمه، يعني اجروا بقى على المحاكم. فلو كل واحد خلى باله من السكه وما قطعش الطريق على حد، والله العظيم الحوادث دي هتقل، مش هنا بس ولا في البلد اللي انا فيها بس، لا في اي حته في العالم. يعني انا مش عارفه، عايزه اقول حكمه في اخر الفيديو، بس انا اعمل ايه غير ان انا عربيتي اتدمرت. اعمل ايه؟